مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ سوزان. اليوم حبيت أعمل طريقة الفلافل. حبيت تشوفوا الطريقة وتجربوها. هون عندي حمص حب منقوع 12 ساعة بمي عادية. أنا نقعتها قبل بيوم. هون حطيت معاها بصلة وتومة. هون في خليط اللي هي عبارة عن بهارات. حطيت فيها جوزة الطيب وملح وبهار مشكل وكزبرة ناشفة وكمون. وحطيت فيها كمان توم بودرة وبيكنج باودر. حطيت فيها كمان نشا وسميد فرخة. سميد الفرخة اللي هو السميد الناعم جدا. بهذا الخليط ما حطيت فيه كربون. الكربونة راح احطها باخر مرحلة اللي هي مرحلة عند لما بدي اجي اقليها. هون هلا راح ابدا طحن الحمص مع التومة والبصل زي ما انتم شايفين. صبايا هيك انا خلصت كل كمية الحمص. طحنتها مع البصل والتومة. هلا راح احط عليها الخليط البهارات اللي انا عملته. هون نسيت احكي لكم لما حكيت شو حطيت بالبهارات. حطيت شوية سمسم كمان ني عليها. هلا راح احط البهارات على الحمص اللي طحنته بالمطحنة. راح اعجنها كتير كويس اما بالعجانة او بايدي. تقريبا بدها العجن 5 دقايق لتتعجن كتير كويس. راح احط كمان شوية مي. هلا بالمرحلة الثانية راح اورجيكم طريقة كيف بدي اعجنها. صبايا هون زي ما انتم شايفين حطيت الحمص بالعجانة. وهلا راح احط عليها كمية البهارات صبايا راح اكتب لكم مقاديرها ومقادير الحمص وكل المقادير تحت الفيديو ان شاء الله. بحط خليط البهار عليها. وهلا بدي ادير احط عليها كمان مي. هلا صبايا راح اعجنها شوي بس. صبايا راح اعجنها تقريبا 5 دقايق يا اما بايدي او بعجانة. فانا حبيت اريح حالي واعجنها بالعجانة احسن. خلي الواحد يرتاح شوي. هون خلصت عجن خليط الفلافل. زي ما قلت لكم عجنته كتير كويس 5 دقايق بالعجانة يا اما باستخدام ايدكم زي ما بدكم. هون العجينة زي ما انتم شايفينها هيها. هلا هاي العجينة بعد ما عجناها كتير كويس وزي ما انتم شايفين. هلا راح اتركها ترتاح بالبراد. تقريبا بدها نص ساعة بعدين اقليها. هلا هون صبايا انا على الفلافل حطيت الكربونة بهذه المرحلة قبل القلي بشوي. وهلا راح اورجيكم كيف بدي اقليها. هلا بحطها بالسمسم وبعمل فتحة هيك صغيرة. بحطها بالزيت. هيك كمان حبة. ما تضغطوا كتير. هلا كمان بحطها بالسمسم زي ما انتم شايفين هيك. هي شكلها. بحطها بالزيت.
صبايا هي الشكل النهائي للفلافل، ريحته كتير طيبة مع صحن فول. وهذه عملت سلطة خيار وبندورة وطحينة للي بده يعمل ساندويش. وصباح الخير للجميع.